هنا بن شرقي كان بيقول لي قد ايه انا بقدم محتوى فاخر من الاخر، وانا بكل تواضع قلت له حبيبي يا معلم، واديته شويه تعليمات وقلت له ركز في الماتش. يلا بينا نحضر ماتش الاهلي وايجل في دوري ابطال افريقيا. اول حاجه جمهور الاهلي هاجم رابطه الانديه بسبب العقوبات الاخيره، وقالوا دقيقة من الشوط الأول حتى الآن التعادل 0-0. أنا ما شفتش ماتش الذهاب فأنا ما أعرفش الفرقة دي جامدة ولا لأ. أول فرصة خطر في الشوط الأول كانت لإيجل في الدقيقة 29. الأهلي المفروض يشد أكتر من كده شوية. ملاحظة كده ملهاش أي تفسير عندي، تورب ده من ساعة ما جه في الشوط الأول لازم يخلي اللعيبة كلها تسخن على مرتين، 4 لعيبة بيقوموا بالتسخين بعد كده يقعدوا، 4 لعيبة تانيين بيقوموا يسخنوا وبعد كده يقعدوا. ده في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بيعمل نفس الكلام، وغالبا ما بيبقاش عايز ينزل حد أصلا في الشوط الأول، بس دي عادة كل ماتش بشوفه بيعملها. فلو حد فني عنده تفسير للموضوع ده ممكن يقول لنا. يا خساره يا خساره. اول فرصه للاهلي من اليو ديانج بجاريه كده عنتريه من برنامدون. دي 40 برضو الجمهور حس ان الاهلي عايز يشد شويه فبدا يحفزوا اللعيبه. خلص الشوط الاول 0-0. معرفش ازاي الاهلي حتى الان ما جابش جول، معرفش الفريق ده قوي اصلا ولا لا. انا حتى الان ما شفتلوش اي هجمات خطر في الماتش. بدا الشوط الثاني بنفس رتم الشوط الاول، الدقيقه 55 ما فيش اي هجمات على المرمين. الاهلي تحس ان هو مكتفي بالجول اللي جابه بره وخلاص عايز يخلص الماتش على كده. الاول للاهلي من عمر كمال في خطفه يتقدم بيها الاهلي على فريق ايجل. هنا بن شرقي كان بيقول لي قد ايه انا بقدم محتوى فاخر من الاخر، وانا بكل تواضع قلت له حبيبي يا معلم، واديته شويه تعليمات وقلت له ركز في الماتش. يا جماعه انا اسف، انا في الدقيقه 60 دلوقتي ولسه مكتشف ان جراديشار اتطرد من الاهلي في الدقيقه الخامسه، والاهلي بيلعب ناقص لاعب كل ده. يعني كان في مشكله كده فسحلتنا شويه في ثانيه، ما خدناش بالنا ان الراجل اتطرد. 80 دقيقه الاهلي كسبان 1-0، تحس ان هو مش عايز يجيب اكتر من كده وعايز الماتش يخلص على كده، حتى ما فيش حميه توريك ان الاهلي عايز يضاعف النتيجه. خلص الماتش الطيب السهل، الاهلي كسب 1-0 وكان كسبان ماتش الذهاب 1-0، صعد لدور ال 16. دور ال 16 كلام تاني. النهارده الاهلي بيلعب ماتش بعد كام يوم، في ماتش تاني بعدها هيطلع يلعب كاس السوبر، ففي ضغط ماتشات رهيب جدا في الفتره دي. هل هيقدر ياخد الريسك ان هو يغير من طريقه اللعب في الفتره دي؟ انا من نوعيه الكوتشز اللي عندي مرونه، يعني كل مباراه بلعب بطريقه تناسب المباراه دي، ببص على اللعيبه المتاحين عندي، احاول استخدمهم بافضل طريقه ممكنه عشان اطلع بافضل نتيجه ممكن اوصل لها من الماتش ده.